مواهب كروية ناشئة تتدرب في 12 مركزا تابعا لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وحلمها اجتياز اختبار وطني ينتقي أمهر اللاعبين. تلك مرحلة تخطاها نحو 100 لاعب ناشئ يخضعون حاليا لتكوين رياضي علمي داخل الأكاديمية. السن ديالهم هادو ما تيتجاوز 15 16 سنه، ولكن تنلعبوهم في بطوله وطنيه لاقل من 13 سنه، وهذا الفريق هذا هو اللي تيشكل النواه الاولى للمنتخب الوطني لاقل من 17 سنه اللي مؤخرا كان فاز بدوري شمال افريقيا، واللي غادي يمثل المغرب في كاس افريقيا لاقل من 17 سنه. تأسست الأكاديمية عام 2009 على مساحة 18 هكتارا في ظرف قياسي، باتت واحدة من أهم مدارس اكتشاف المواهب الكروية قاريا. في هذا العمل الجبار اللي كتخدم على ما هو ذهني، ما هو نفسي، وما هو قيم. عندنا قيم اللي كندافعوا عليها، وهذا الشيء هذا كيتجلى في اللاعبين اللي تخرجوا منها، لان كنشوفوا اللي كيدافعوا على القميص الوطني كيدافعوا عليه بكل شراسه. من مدينة المحمدية المجاورة قدم أبو أيمن ليشجع ابنه الذي يحلم بأن يكون ضمن نجوم الكرة مستقبلا. ملي دخلوا هنا احنا فرحنا لحقاش الأكاديمية عندها شعبية كبيرة عالمية. بالموازاة مع التكوين الرياضي يتابع هؤلاء اللاعبون مسارهم الدراسي داخل الأكاديمية وفق مقررات وزارة التعليم. صور خريجي الأكاديمية السابقين تروي حكايات نجوم مروا من هنا، 4 منهم كانوا ضمن المنتخب المغربي الذي شارك في مونديال قطر: يوسف النصيري وعز الدين أناحي ونايف أكرد والحارس البديل رضا التكناوتي. هؤلاء رفقة بقية الأسود صنعوا إنجازا غير مسبوق للكرة المغربية.